اقوى بازار في مصر. اخويا الجدع مهما اقول لك من تعب ومن شقه ومن مجهود ومن ذل ومن اهانه ومن مرمطه كل مهما اقول لك انت مش هتتخيلي. ليه ما بتتكلمش عن حياتك الشخصيه؟ أنا طبعا ما فيش حد في الهرم مش عارف الشاذلي بدا ازاي اصلا. في فرشه الاول في الشارع، اكسسوارات، حظاظات والكلام ده. انت شقيت يا شاذلي. قلت احسبها حسبة ضربه بالمرزبه ولا 10 بالشاكوش، وضربتها ضربه بالمرزبه بس جت في دماغي انا بقى ساعتها. ايه اللي حصل؟ بودكاست بازار لميس ورب الكون ورب الكون، انا مش بتاعه صفقات بس لكن جت لي صفقه باقوى بازار في مصر. اقول لا يا اخواتي، ورب الكون انت منور. اقسم بالله بنورك، اقسم بالله. اخويا الجدع بشوفك طول والله الوقت العظيم رجوله، شرف ليا، أقسم ابن بالله. بلد وشبهنا. كفايه كلامك ده. منور بازار لميس. قبل ما ابدا معاك في الاسئله، ايه رايك في البازار الشاذلي؟ اقسم بالله ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. دايما في الزياده، دايما يا رب في الزياده. والله تستاهلي الخير كله، اقسم بالله. بتتعبي وبتسعي وبتشقي وبتعملي اللي عليكي، ما بتبخليش. ما شايفه كل حاجه صح بتعمليها، ربنا يرزقك اقسم بالله. ودايما رقم واحد ودايما اقوى بازار في مصر. ربنا يخليك ليا يا شاذلي، بجد. وانت رقم واحد في الصفقات. ملك الصفقات بالنسبه لي. من عبد الله الشاذلي للشاذلي، حصل. المشوار ده وصلت له ازاي؟ وايه الفرق بين عبد الله وبين الشاذلي؟ مهما اقول لك من تعب ومن شقه ومن مجهود ومن ذل ومن اهانه ومن مرمطه كل مهما اقول لك انت مش هتتخيلي. هو كله محدش يعدي، يتخيل. لازم. كله يعدي، بس ما فيش اصعب من الذل والاهانه والمرمطه اللي مفيش حاجه بقى من بيتعب. دول انا ما شفتهاش. يعني مفيش حاجه من اللي انت اتكلمتي فيهم دول انا ما شفتهاش عشان ابقى قاعد قدامك في المكان ده دلوقتي وقدام الناس دي. لو ما حدش يعرف حاجه عن حياه الشاذلي، الشاذلي متجوز، تمام. عندك اولاد؟ عندي. نقول ولا بلاش؟ عندي 4. ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. ربنا يبارك لك يا فيهم. رب. اول ما شفتك كنت فاكراك مش متجوز، كتير وبعدين جدا كتير جدا مش عارف الموضوع ده. ليه ما بتتكلمش عن حياتك الشخصيه؟ انا حياتي الشخصيه دي حاجه، والسوشيال ميديا وشغلي واكل عيشي ده حاجه تاني. انا الترندات اعملها في شغلي، في اكل عيشي، الشهره في لشغلي، شغلي، في تعبي، في شقايه. انا طالع من وسط الناس دي. هو خد المراحل كلها بتاعت الحياه عشان يبقى شاذلي، فمش بعد ما يوصل وربنا يكرمه للي ما كانش يتخيل ان هو يحلم بيه، اول ما يبدا يوصل يقوم رايح. عكس مش اللي أنا. اتربينا ما احنا عليه. تربيتش عليه نهائي. ما مم. تربيتش عليه في بيتي، ما تربيتش على كده من ابويا. ما اعرفوش، ابويا ما عملش كده. ايه اللي خلاك تدخل مجال اللبس؟ وايه اللي وصلك للتيك توك؟ الشاذلي اول واحد يظهر في مصر على تيك توك بيبيع منتج، بيبيع لبس. جت في مخك ازاي؟ أنا عايز- خططت لها ازاي؟ انا كنت بتفرج ساعتها من ايام ما كان ميوزيكلي، بتفرج. انا حابب اللي بيتعمل فيديوهات الناس حب الناس ده نعمه طبعا. طبعا طبعا انك حد بيحبك ده، او طفل بيحبك، او راجل كبير او شاب، فاهم؟ دي حاجه، دي نعمه من ربنا. فانا كنت حابب ايه، اشوف الحته دي اجربها. فانا ما كنتش بعرف مثلا، مش بغني، مش بعرف مثلا ارقص والكلام ده، او اعمل ليبسينج. فقلت بس انا بتاع ملابس، انا كنت فاتح محل صغير في شارع ضياء، قلت اصور الحاجه اللي ببيعها وانزل ويمكن ايه. ضربت. سبحان الله، هي بتاعت ربنا. انا عمري ما رسمت لده اصلا. يعني لو انا قلت لك ان انت وانت بتخطط لنفسك وعندك محل صغير في شارع ضياء، ان انت في يوم من الايام هتبقى الشاذلي صاحب الصفقات، كنت متخيل؟ لو حلفتي لي على ايه و10 معاكي و100 جنبيهم اقنعوني ان انا في يوم من الايام هبقى الشاذلي، لا. اللي هو ولا اي حاجه برضو، انا ولا اي حاجه، انا زي اي احد، عمري ما كنت هتصدق وهتخيل. امال ايه كان اقصى حلمك؟ انا اقصى حلمي ان انا يبقى عندي محل في شارع ضياء ويشتغل وابيع ويبقى فيه زباين واخر اليوم. والله ما لك، انا مرضي باي حاجه تحصل معايا لو هي ايه. ده كان اقصى طموحك؟ كنت بسعى كل يوم غير التاني، كل يوم عندي حاجه جديده عايز اعملها، مخك شغال ما بيوقفش على المحل برضو يا باشا. ما هو فيش غيره. هو كان في غيره؟ قبل آخر المحل كانت الفرشه اللي قدام المحل، وبعد كده خدت بقى المحل لما العماره لا اتبنت. ثواني، انت كنت آه. الاول عندك فرشه؟ كان عندي طبعا. ما فيش حد في الهرم مش عارف الشاذلي بدا ازاي اصلا. في فرشه الاول في فرشة الشارع، الأول، شارع الهرم. اكسسوارات، حظاظات والكلام ده، ببيعها في شارع ضياء. وبعد كده بقى ايه، كان في العماره اللي ورايا بتتبني، فطبعا كان نفسي ان انا يبقى عندي محل زي اللي عندهم محلات في شارع ضياء. فربنا كرم طبعا، خدت المحل اللي هو الصغير ده، كان 12 متر، فتحته بس خليته لبس؟ لبس بقى خلاص. بدأت لبس لبس بقى، لان انا اشتغلت في محل لبس جنب الفرشه. ما انا كان عليا جمعيه مش عارف ادفعها، كنت بدفع 500 في الشهر، ومصاريفي ما كنتش عارف ادفع الكلام ده من 2013. من 2013. فانا غصب عني عايز ازود دخلي عشان ادفع الجمعيه، عشان ابويا ساعتها راح قال لي اللي داخل معاه الجمعيه ابني وكل حاجه، بس انا مش مقدرت ادفع مكانه. لو عايزه تدخليه دخليه، لكن انا مش مقدرتي.
مش هتيجي اخر الشهر تقولي لي دي فلوس ابنك ما دفعهاش. فانا ما حبيتش ان انا اكسف ابويا واوري له ان انا هقدر ادفع الجمعيه. فاشتغلت بقى الشغلانتين، ملابس وجنبها الستاند بتاع الاكسسوار ده. انت شقيت يا شاذلي. الحمد لله، مفيش، انا فخور بكل حاجه عدت معايا، فخور بكل لحظه علمتني. لما بدات على التيك توك الناس كانت معاك ولا اتهاجمت في الاول؟ مفيش حد بينجح ما بيتهاجمش، ده اجباري، استحاله. وانت في مكانك ده والناس دي كلها بتحبك وناجحه وما بتاذيش حد، صح، ده نجاح. لو ما حدش شاغل باله بيكي يبقى انت زيك زي اي حد، نكره. مفيش 1% نجاح. طول ما انت الناس شاغله بالها بيكي، طول ما الناس مركزه معاكي، طول ما انت في نجاح، تبقى ناجح. لو ما عملتيش ده يبقى انت لازم تراجعي نفسك. وكل واحد فينا الكلام ده، لو كل واحد فينا في مجاله، سواء هو بيبيع ايه، سواء بيقدم ايه، سواء مهندس، سواء يا رب لو عامل نظافه قد الدنيا جزمته فوق دماغنا، لو مش بيطور من نفسه ومش بيراجع نفسه عشان خاطر يعمل اللي هو عايزه، يبقى هو اللي غلط. العيب فيه هو مش فينا احنا. في طريقك للسعي انك تبقى الشاذلي، ايه اصعب واسوأ موقف انت مريت بيه؟ اسوأ تاريخ في حياتي 18/10/2021 في شبرا الخيمه في ملعب بيبو. ايه اللي حصل؟ اتدمرت بعد ما بدات اشم نفسي وبدات افتح فروع، والحمد لله الدنيا جميله، وفرع والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس والسابع. من ايه بقى؟ التجار وثقت فيكي وانت ما كانش حيلتك حاجه، بس انت بتبيعي وبتسدي والناس في ظهرك ويلا. انا غلطت. ايه انا بقى الغلطه؟ ما حسبتهاش صح. ما ممكن تقولي ايه بقى، شاب وبقى كان ساعتها المحلات. انا بحذر اي حد من حاجه واحده بس، ايه هي؟ غرور النفس. انت حسيت انك وصلت المرحله؟ ان انا وصلت للحته دي في اللحظه دي، ودي اكبر غلطه غلطتها في حياتي. ان انا حسيت في اللحظه دي ان انا الغرور خدني لحظه، وده مش عيب ان انا اعترف. انا هبقى جامد وهسيطر وهعمل حاجه. عملتها 3-4 مرات على احجام صغيره ونجحت معايا. قلت احسبها حسبة ضربه بالمرزبه ولا 10 بالشاكوش، وضربتها ضربه بالمرزبه، بس جت في دماغي انا بقى ساعتها. ايه اللي حصل؟ جمعت فوق ال 12 تاجر. حلو. هم واثقين في شاذلي وعارفين شاذلي كويس هيعمل ايه. قعدت اسوق لمده شهر ان انا هبيع التيشيرت ب2 جنيه ونص، وانا بالفعل كنت مجمع فوق ال 2000 قطعه. هم اللي ساعتها كل اللي معايا انا امكانياتي انا ان انا اجيب 2000 قطعه. اللي حلت هم كانوا ساعتها القطعه جايبها ب 50 جنيه مثلا، وانا قلت هبيعها ب2 جنيه ونص. طب كان ايه الهدف؟ ما انا بقول لك بقى، الهدف ماركتينج للي انا هعمله فيما بعد. يعني ما فرقش معايا ان انا اخسر ال 100000 جنيه خساره قريبه يعني. لا، انا هخسر 100000، هلم ال 100000 دول 5000 جنيه. طبعا لو انت اقنعتي حد من اخواتي التجار تعالى هتخسر 100000 جنيه دلوقتي وتكسب 600 بكره، وهو مش شايف حاجه ومش شايف ال 600 يكسبهم من ايه، اقسم بالله ما ياخد خطوه من هنا لهنا. طبعا مش هياخد خطوه. انت اقنعتهم انت؟ انا ما اقنعتش حد، هو بيسالني انا في الاول والاخر. انا اقنعت نفسي. انا اقنعت نفسي ان انا هجيب 100000 جنيه اللي هم معايا دلوقتي دول، هروح اجيب بيهم 2000 قطعه. ال 2000 قطعه دول بكام؟ ب 100000. هبيعهم ب 5000 جنيه، قطعه ب 2 جنيه ونص. على حسهم بقى قمت لامم التجار التانيين، تعالوا بقى انتوا مالكوش علاقه باللي انا بعمله ده، احنا هنفرش اليوم ده شتوي، سيبك من الصيفي ده. العدد جاي لنا كبير جدا، مفيش فيديو كنت بنزله الفتره دي يضرب بفضل ربنا. 2 مليون 3 مليون 5 مليون 2 مليون 3. فانا على علم باللي هيحصل. انا عارف ان اليوم ده هيبقى عندي في جماهير 20-30 الف بني ادم اقل حاجه. وتعالوا بقى انتوا يا تجار اللي لسه مطلعين الشغل الشتوي، عندك ايه؟ عندي جاكيت هات 1000، عندك بنطلون هات 1000، عندك سويت شيرت هات 2000. تعال خد فلوسك بكره، مالكش فيه. خليت المحلات على الحديد. اوف. وقاعد بقى انا عمال ارسم اللي انا هلمه بعد ما سد هعمل بيه ايه. يعني قلبي. بصي سرحت في الخيال قلبي والله العظيم، على علم ان انا هخرج من المكان ده مليونير، عامل اول مليون في حياتي. خرجت الساعه 5 المغرب يا جدعان، اقسم بالله خسران 2 مليون و700. قلبي اقسم بالله. وما معايا شماعه وما معايا تيشيرت، وما بعت اليوم ده غير بحوالي 7000 جنيه، خدهم بتاع الارضيه بتاع الملعب وخدهم بتاع سماعات الدي جي، وليه 2000 جنيه. ده انت طلعت على الحديده. الموت والخراب ديار، عارفاه؟ انا شفت بقى الموت وخراب الديار اليوم ده. المحلات السته اتاخدوا مني عشان خاطر خلاص. عايز تسد ديونك؟ اديني تامين والنبي 10000 حتى، والنبي اديني التكييفين دول اشتريهم واديني حتى 5000 جنيه. تلم اي حاجه من الخساره. اي حاجه عندي تتلم بلمها، ما عملوش 200000 جنيه من الاثنين 700. 2 مليون جنيه 700 فلوس ناس مش فلوسي، فلوس ناس. انا غامرت بفلوس الناس. دي مصيبه. انا كنت داخل ساعتها 150000 متابع،
خرجت 400,000 متابع. ده اللي كسبته. اشتري ال 250,000 متابع دول ب 2 مليون ونص تقريبا. فقعدت بقى ساعتها الناس، انا مش عارف اواجه الناس. اواجه الناس اقول لها ايه؟ مش عارف اواجه الناس. انت يعني ازمه زي دي تخليك تيأس؟ ما تخلينيش اطلع من البيت تاني. تيأس من حياتك كلها نهائي. بصي بقى، انا ما كنتش بعمل حاجه الفتره دي. ايه بقى؟ خرجت من الازمه دي ازاي؟